أثار النجم الراب المغربي ديزي دروس إعجاب الملايين حول العالم، وعلى رأسهم رئيس الفيفا خلال حفل افتتاح الموندياليتو. وعبر رئيس الفيفا عن إعجابه بالحفل العالمي التي قام به المغرب، وكتب الأغنية التي قدمها ديزي دروس. وعلق إنفانتينو على الصورة من الحدث، تضمنت صورة للنجم الراب المغربي قائلا: من الرائع رؤية كأس العالم للأندية تبدأ بهذا الأسلوب وباحتفال وأغنية رائعة، الملاعب رائعة وأفضل الفرق. أنا أتطلع إلى مشاهدة بعض المباريات الرائعة في الأيام المقبلة. ويذكر أن ديزي دروس أحيا حفل الافتتاح الخاص بكأس العالم للأندية بطنجة بأغنية مول البالون، يليها بتحفة أغنية ديروا النية التي أنتجها رضوان. وهذا ما أثار حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، مؤكدين أنها منقولة من أغاني كأس العالم قطر. أغنية ديروا النية هي النسخة المغربية لأغنية أرحبوا، اللتان أنتجهما معا ابن مدينة تطوان المنتج العالمي والمغربي رضوان. وأن الأغنية الرسمية لكأس العالم جاهزة وسيتم إطلاقها خلال الحفل الختامي، وجاء هذا التأخر بسبب تعذر حضور أغلب النجوم الأغنية. فمثلا أسماء المنور تحيي حاليا حفل إطلال المداح بالسعودية بتزامن مع الافتتاح. والمفاجأة مشاهدينا الكرام، وحصريا على قناتي نعرض مقطع من الأغنية التي سيتم عرضها في الحفل الختامي للموندياليتو. وقبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار. دمتم في أمان الله. بلدان المغرب اليوم عنوان معروف في كل مكان، غادي نعيش لحظة يغنيها كل إنسان، وبغينا الفرحة تبان.